وانا صغيره كنت متفوقه جدا جدا في الدراسه، لدرجه كل المدرسين بتوعي كانوا بيقولوا لي يا دكتوره، الدكتوره راحت الدكتوره جت، وانا خلاص انا في موضع دكتوره، انا مش هبقى حاجه غير دكتوره وهدخل طب. كنت بقى بعمل ايه؟ بدعي ربنا ليل نهار ان انا ادخل كليه طب، ليل نهار ما بسيبش فرصة غير وبدعي ربنا. مطر بيمطر بدعي، وانا مسافرة في الطريق ادعي، حد في عمره اقول له ادعي لي. لدرجة جبت كتاب اسمه الدعاء المستجاب. فضلت بقى ايه، اعرف امتى المواعيد بالظبط اللي المفروض ادعي فيها ربنا علشان ربنا يستجيب دعائي. وكان من ضمن المواعيد دي اخر ساعة يوم الجمعة بالنهار. فكنت بستغل اي وقت ينفع يستجيب فيه الدعاء، واقعد ادعي 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 بكل حرقه كده وبكل قلب، واقعد ادعي جامد ومتعلقه قوي بالموضوع وملحه قوي. طبعا انا بعمل كل ده بجانب المذاكره لحد ما جيت بقى في الثانويه العامه. ما جبتش مجموع طب، تمام، وما دخلتش طب وخلاص بقى كنت منهاره بقى. وعلى فكره كنت زعلانه جدا من ربنا وقتها وانا صغيره. ازاي يا رب؟ ده انا عملت كل حاجه عشان تستجيب دعائي، ده انا ما كنتش بسيب فرض، ده انا قيام ليل كنت بصلي، الفجر بصلي حاضر، بعمل كل حاجه وبدعي لك ليل نهار وبالحاح فظيع. طبعا ده تفكير طفولي جدا. لما كبرت بقى فهمت انه التعلق الشديد بالهدف والالحاح الفظيع للهدف بيخلي الهدف يهرب منك. اللي انا عايزه اقوله لكم يا جماعه انه التعلق الشديد بيفسد اي جذب. وبالطريقه اللي انا كنت بعملها دي، اللي هو انا مستموته عشان الحاجه تحصل، دي طريقه غلط جدا، دي اكبر طريقه غلط في الحياه ممكن تجذب لك حاجه. الصح بقى ان انت تتخيل الموضوع وتعيشه في الواقع عشان تقدر تستقبله وما تبقاش متعلق، دي اهم حاجه. وعيش الهدف قبل ما تستقبله.